تعالوا نشوف الطماطم بكام. طماطم اهيت. تيجي كده نروح السوق دوت ونشوف اسعار الطماطم والبصل والبطاطس وكل اسعار الخضار النهارده بكام. ومش كده وبس، ده احنا النهارده كمان يا جماعه هنشوف اسعار السمك وصلت لحد فين، وكمان اسعار الزبده البلدي. معقوله يا جماعه في زبده بالنوع دوت وكمان بالسعر ده؟ انا بجد مش مصدقه. انا عايزاكم النهارده تجاوبوني على نوع الزبده دي، وفعلا الزبده دي هل طبيعية ولا مغشوشة؟ فبتفرجي على الفيديو للآخر واسمعي كده من الست نوع الزبدة دي ايه، واكتبي لي كده في الكومنتات هل الزبدة دي فعلا بلدي زي ما هي قالت لي ولا لا. لايك وشير وسبسكرايب وما تروحيش في اي حتة، وكملي الفيديو للآخر علشان بإذن الله هتستفيدي. ويلا بينا على الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا، وحشتوني بجد. وانا كده رايحه كده. رايحين فين؟ رايحين السوق. تعالوا كده نروح السوق. الحمد لله كده بفضل ربنا كده، الحمد لله والشكر لله، بفضل دعواتكم ليا يا حبايبي. بنبتدي كده ننزل واحده واحده، وان شاء الله تكون كده بداية خير كده ان شاء الله، ونصور لكم في كل حتة انتوا عايزينها. تعالوا النهاردة الخميس كده نروح سوق الخميس. تعالوا كده ندخل سوق الخميس ونشوف اسعار الخضار، هنشوف اسعار كل حاجة ان شاء الله، وهنشوف الفيديو هيمشي معانا ازاي. بس بتمنى منكم اللايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا كده بالاسعار اليوم. اللايك والشير والسبسكرايب. هسيب لكم عنوان سوق الخميس حبايبي لسه داخلين عندي قناه جديد، هسيب لكم عنوان سوق الخميس في اخر الفيديو. واول حاجه يا جماعه اول ما بدخل السوق كده، ده بصوا كده احنا كده اول السوق. اول ما بدخل السوق كده بحب اجي هنا عند السمك كده، هنقول اسمه دلوقتي. هنشوف دلوقتي اسعار السمك عنده عامله ازاي. اهو حيه بالصلاه على النبي 75، وعندي حيه ب 85، وعندي بوري اسوان ب 80، ورميد بحر 50، مكرونه بلدي ب 85، وسردين ب 70، وكله بسعر جدش على الوضع. فين السردين ب 70 ده؟ تعالى نشوف يا جماعه كده السردين. اهو السردين اهو لسه. طبعا احنا النهارده جايين بدري، فكل الحاجه لسه موجوده اهيت، لسه فاتحين الحاجه، والناس ايه لسه يعني جايين اهم. تمام كده، تمام كده. والمكاريلي ده بكام؟ 200 الا 3 جنيه. توقع الله بس سريع عشان العربيه واقفه. معلش المكاريلي ده بكام؟ على طول مش هكمل ثانيه على بعض. ايه بقى؟ مكاريلي 85 وهو كمان بينظف اهو. عايزين ننظف. صلى على النبي. بينظف اهو. صلى على النبي. طب اللي هيجي يسال انت اسمك ايه؟ اسمه طه يا باشا. ايه؟ طه اسواني. طه اسواني اهوت يا جماعه. قلت لكم هقول لكم على الاسم. انا اول ما بخش السوق كده بلاقيه، فهو حد محترم جدا، فبحب دايما اول ما ادخل كده اصور عنده عشان هو حد محترم بجد، وحاجته حلوه جدا على فكره. اهو كام يا ابن البلد؟ ايه يا باشا؟ 75. كمان يا جماعه جنب السمك اهوت في الطماطم. تعالوا نشوف الطماطم بكام. طماطم اهيت اهي، طماطم اهي ما شاء الله جميله جدا اهي، لسه نازله. ماشي يا باشا على الرجال اهو. والبصل الاحمر اهو برضو. قرب كده شويه. شايفين البصل الاحمر اهو بكام البصل النهارده؟ 15. بصل الاحمر اهو يا جماعه. هو ده الخزين؟ ده خزين يا جماعه ب 15 جنيه الكيلو اهو. تمام. والطماطم اهي. والبصل الابيض اللي هناك ده بكام؟ ب 10 اهو يا جماعه. بس نشوف الطماطم الاول. بكام الطماطم عندك؟ 5 بنعبيها وكيلو ونص ب 10. كيلو ونص ب 10 يا جماعه، وب5 جنيه بتتعبى. حلوه جدا، تنفع يا جماعه اليومين دولت. الطماطم حلوه جدا للتفريز.
بره ان هي رخيصه، حمراء، ولو عملناها صلصه هتعيش معانا حتى سنه. فده وقت التفريز للطماطم، سعرها حلو، وكمان هي حلوه تقدري تفرزيها، يعني مش لرمضان وبس، لا كمان هتفرزيها طول السنه، فجميله جدا اهو. قبل ما نشوف البصل تعالوا نشوف البطاطا، لان البطاطا دي من البطاطا النوع الحلو. بلاش نجيب البطاطا اللي هي الفاتحه اللي هي ما بتبقاش طينيه، لان دي مش بطاطا اكل. دي البطاطا اللي هي بتاعه الاكل يا جماعه اهي. دي البطاطا بتاعه الاكل. دي بكام دي؟ 5 جنيه يا جماعه، 5 جنيه بطاطا. وهي دي البطاطا الطينيه اللي بتتاكل، لان في انواع من البطاطا نازله مغشوشه. تمام كده؟ بكام البطاطس؟ 10 جنيه. 10 جنيه البطاطس الحمراء، 8 وبيعبيها ب8 اهي، وهي ما شاء الله كده. اه البصل ب8 وبنقوه ب10 برضه. بصوا يا جماعه ب 10 جنيه ام نقطه حمراء. فعلا في بطاطس في السوق انا جبتها ما بتبقاش تحمير. هاتي النقطه الحمراء دي هي اللي هي بتاعت التحمير يا جماعه. دي ب 10 جنيه وبيعبيها ب8 جنيه اهي. ليه ب10؟ والبصل اهو، البصل ده لا البصل الابيض ده ب10. ب10 بحب ب8. بصوا البصل الابيض ده ب10 8 جنيه ونقوه ب10. ب8 جنيه البصل. يا 8 البصل. عزوز وصل. عزوز. بكام السمك عندك يا عسل؟ ازيك عامله ايه؟ ربنا يسهلك عليك العافيه يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. انت اللي حلوه وزي العسل والله، ربنا يبارك فيك ويديك الصحه يا رب. بكام السمك؟ ده ب75 والله، ومن وشك جميل حبيبتي يا رب. دي بكام؟ ده ب85 الكبير شويه، ودوت اهوت يا جماعه حلو برده وحجمه حلو، يعني ممكن الكيلو مثلا كده يعمل له في حدود 4 سمكات. والمكرونه الجميل ده دي بكام؟ بلدي ب80 85 حلوه ما شاء الله، شكلها حلو جدا. ايه؟ حبيبتي تسلمي يا رب، ربنا يبارك فيكي. انا كفايه عليا الدعوه الجميله دي والله، حبيبتي تسلمي. بكام ده؟ 65. بصوا يا جماعه ده ما شاء الله جميل اهوت برده ب 65 حلو جدا. والمكاريلي بكام؟ 85 اهو ما شاء الله، حاجتها جميله وهي زي العسل والله، بتبشر بيها دايما. ربنا يديك الصحه يا رب. في اسعار الزبده بكام عندك يا حاجه؟ ب100 بس ديت يعني بس مش بلدي. لا بلدي مصانع. بلدي مصانع. في فرق مش فلاحي يعني. بس اكيد بلدي. طب واللي اخدها ما لقاهاش بلدي، يعني انا خدت منها وما لقيتهاش بلدي. انا بقالي شهر ونص قاعده هنا وكله بيشكر في حاجه. بيجوا ياخدوا مني وبيجوا تاني. لو مش بلدي تلزمني استكتب والله. بعدين انا ليا زبون لازم ابيع الحاجه نضيفه. ده اكيد انا في مصداقيه في قناتي. ماشي يا حبيبه قلبي. بصوا هم بيقولوا بلدي، والاستاذه ايه بتقول لو ما طلعتش بلدي ما هاتوها، في منها البيضه والصفراء، وهي قاعده هنا على طول يا جماعه. يعني بصوا مش مكملين ربع السوق، اول ما تخش من السوق هتلاقيها استاذه زي العسل، منقبه ومحترمه جدا يعني. الله يخليك يا اهيت ما شاء الله جميله ومتلجه يعني محتفظه. لو فيها اي حاجه تلزمني اهو ما شاء الله. بعدين لازم الحاجه تبقى نضيفه عشان يبقى ليا زبون. ما شاء الله. يا جماعه سعرها هي 100 جنيه اهي. تمام. دي بلدي كل مصانع. بلدي مصانع. بلدي مصانع. بلدي مصانع. تمام. حاجه نضيفه. خلاص ماشي. زي ما سمعنا يا جماعه اهو بيقولوا بلدي، ولو مش بلدي هتجيبوها لهم. تعالوا نشوف كده الكرنب عند الحاج الطيب ده بكام؟ بكام الكرنب عندك؟ الله عليك. بصوا ما شاء الله كرنب جميل جدا، بيقول ب20 جنيه يعني بصراحه اهو. بصوا عشان لو حد جه اهو ب20 جنيه يا جماعه الكرنب اهو ما شاء الله جميل جدا اهي، ومليانه وجميله وما شاء الله حلوه قوي. واللفت ده عندك بكام؟ ايه؟ كيلو ونص ب10. كيلو ونص ب10 من غير عروش كمان يا جماعه اهو. الارنبيط بكام؟ بطاطا 3 ب10. بطاطا 3 ب10. اللي فوق بقى طب والارنبيط ده بكام؟ عندي ب10 وب15. الارنبيط؟ اه لا والله.
القرنبيط يا جماعه ب10 وب15. ده تلفزيون ولا على الوصل؟ ايه ده على اليوتيوب. الواحده دلوقتي واحده لو سمحت. حلوه ما شاء الله، جميله جدا ما شاء الله. عجوجه ما شاء الله. كمان الخضره اهو. والله انا باجي السوق هنا ببقى مبسوطه جدا. بكام الفاصوليا يا قمر؟ 15 ما شاء الله، مليانه كمان اهي، حلوه قوي. وبكام الكوسه؟ ب20 الكوسه. بصوا ما شاء الله. جرجير 3 ب5. واللفت بكام؟ 3 ب5 اللفت. الفجل معلش الفجل. قول الحقيقه يا ام كريم عشان دي نازله على الوصل. احنا مش بنكذب والله. صورتك طالعه هناك. ما شاء الله. لا الست دي طيبه، انا باخد منها على طول الحاجه ما شاء الله. بكام البتنجان؟ ب10 بتنجان. والفلفل ب20. والبسله؟ البسله يا جماعه 35. اي ما شاء الله. لا مليانه وحلوه. والجزر بكام؟ جزر ب10 جنيه يا جماعه. وبلح صور الفرح راح عينيا. دعم كيلو ونص ب10. بكام البلح؟ بلح ب 35. بلح سيوي انضف بلحايه. بلح سيوي اهو يا جماعه ب35 ما شاء الله. حلو جدا. دخل طبعا عشان صيام طبعا رجب وشعبان، فحلو جدا. كمان عندها جبنه فلاحي. بكام الجبنه دي يا عسل؟ ب 80. عندك بتجيبي الزبده بقى؟ بكام الزبده عندك؟ انضف الزبده ب 300 جنيه، لكن مش عندك دلوقتي يعني، بتجيبيها بالطلب. اهي. والبطاطا بكام؟ كيلو ونص ب10 البطاطا يا جماعه. كيلو ونص ب10 اهو ما شاء الله. حلوه جدا. والكرنب بكام؟ 35. عايزه شنطه نقي. تمام. طبعا الحاج اللي احنا صورنا عنده كمان الكرنب والقرنبيط. الورق العنب عندك بكام يا حاج؟ ب20. ده قد ايه ده؟ ده ربع ب20. في ذره مستوى. ده مسلوق جاهز. جاهز. ده من المصانع يا جماعه. مجفف ب20 جنيه ربع كيلو. وفي الذره ديت بكام دي؟ ب30. الطبق ب30. الطبق بقى فيه 4 وحدات ب30. دي الذره المسكره يعني. بروكلي بكام؟ ب20. بروكلي ب20. والكابوتشا؟ الكابوتشا ب10. تمام. عندنا زبده بلدي ايه ب100. ما انا صورت عندها. لو عايزه 6 على المحشي حلو. تمام. على النيش اهو. البتنجان ده بالنيش. ناعم. ب10 جنيه. ناعم. بتنجان خفيف وحلو، مش هيبقى مبذر باذن الله. ايوه. طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، فكده الفيديو خلص معانا. وكمان يا حبايبي انتظري مني الفيديو الجاي. اسعار مش قادره اقولك، هتبقي خسرانه كتير لو انت مش مشتركه في القناه وتفعلي كده الجرس علشان يوصلك مني كل جديد يا ست الكل. لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد على خير. وزي ما قلتلك هتخسري كتير لان الاسعار الجايه قويه جدا. يلا بسرعه علشان تفرزي حاجات رمضان وما تقوليش الدنيا لسه بدري. لا دي الايام بتجري، وكل سنه وانتم طيبين. هاتي كل يوم حاجه ومش هتحسي باي حاجه، وهتلاقي تلاجتك مليانه بالخير.